ما تيجي بقى اقولك عملت الماسك الرهيب ده ازاي، او الكريم دوت للبشرة فيه كل المقومات اللي هتخلي بشرتك ترجع تاني لسن ال20. بصوا يا جماعة، بصوا بيتحط على البشرة نص ساعة ينشف، تاخديه عكس اتجاه الجاذبية، يعني من تحت لفوق، وتسيبيه على بشرتك. سكراب رهيب، ماسك رهيب، وفيه كمان كمية زيوت مش هتخليكي تحتاجي لمرطب، بيفتح ويشد، وفي كمان تغذية للبشرة. يلا بينا نشوف عملنا ازاي. وصفة بقى من العيار التقيل. هنجيب معانا اي حلة، اي كسرونة صغيرة، اي حاجة ماشي. هنحط فيها ايه؟ هنحط فيها معلقة لبان دقيق، ومعلقة بذور الكتان رهيب يا جماعة للبشرة، ومعلقة رز. هنعمل ايه؟ هنحط عليهم كوباية مية مغلية، حاطين عليهم كوباية المية المغلية، وهنقلبهم وهنرفعهم على النار. هنخليها على نار هادية لغاية ما المكونات كلها تمتزج مع بعضها وينزل اللي فيها. هرفعها على النار. معلش انا اسفة جدا، الاضاءة كانت مطفية خدتش بالي. بص بقى كده اهي، حطيتها اهيت على النار، وهشغل عليها وهخليها تغلي، وبعد كده هوطي النار خالص عليها. اوكي، وهرجع لكم تاني. بصوا كده بقى معانا ابتدت تغلى اهي. انا هوطي عليها النار خالص، هخلي النار هاديه خالص لحد ما اللبان الدكر يسيح معانا. وصفه يا جماعه للبشره ايوه. بصوا هتدعولي عليها. هوطي عليها النار واسيبها. بصوا انا كده عليت دلوقتي النار اهو، كده ابتدى. انا هطفي دلوقتي عليه خالص. ليه بقى؟ الرز فشر، البذور الكتان نزلت الماده الجيلاتيه اللي فيها، لبان الدكر كله خلاص كده ساح في الميه. هبدا كده هصفيها. اوكي، بصوا يا بنات يا امارات اهي كده، انا نزلتها اهوت في مصفى وصفيتها. اما اصفيها هرجع تاني هحطها في الحله بتاعتنا او الكازارولا، وهنزود عليها ايه هقول لكم دلوقتي. يا ريت اللي ما عمليش متابعه ولا لايك للفيديو، ما ينساش ان هو يعمل لي لايك ومتابعه للفيديو. شايفين الشكل؟ بصوا، مش عارفه كده واضح ولا لا؟ اهو دي كده خلاصه، كلها مواد كولاجين للبشره، بتشد البشره كويس جدا. البذور الكتان والرز والبتاع دوت ولبان الدكر رهيب للبشره يا جماعه. انا هرجعه تاني في الحله. بصوا بقى يا بنات يا امارات معايا، انا بس بقرب لكم كده عليها. انا الحله اهي عندي لسه ما ولعتش النار. هنزل تاني بالخليط اللي احنا صفيناه القمر ده، وهشغل عليه النار. مجهزه ايه جنبي؟ مجهزه معلقتين نشا، معلقه نشا، سوري، معلقه نشا، وعليها معلقتين ميه، وحطيت ميه دافيه عليها. هقلبها كويس كده، وهستنى الخليط دوت يغلي، وهنزل عليه بالنشا. ماسك بقى قوامه ما اقولكيش. هتحطيه تحفظيه في التلاجة، تحطيه في اي علبة وتحفظيه في التلاجة. بصوا كده ابتدى اهو يغلي معايا. هنزل بمعلقة النشا زي ما قلت لكم، عليها معلقتين مية متدوبة، وهقلب كويس. بصوا ابتدى يعمل ايه معايا. خلاص ابتدى القوام بتاعه يتقل. هقلب كويس، مش هشيل ايدي. ما تنسوش يا بنات تعملوا لي لايك واشتراك للقناه، ودعوه حلوه من قلبكم لو الماسك عجبكم. يعني يا ريت كل واحده تعمله، مش هياخد في ايديها ثواني. بيتحط في التلاجة لمده 10 ايام. ممكن تعمليه يوم بعد يوم قبل ما تخشي تاخدي دش كل يوم، هيرجع نضاره بشرتك. انا كده هنزلها من. بصوا بقى نزلت اهوت من على النار، قوامه كريمي. هنسكت على كده؟ لا طبعا، لازم نحط له حاجه تطر البشره وتديها غذاء اكتر. هنحط معانا يعني ايه، عندك زيت زيتون ماشي، عندك زيت جوز الهند. معلش يا جماعه مش عارفه التليفون بيفصل ليه. هنزل بنص معلقه زيت لبان الذكر، وهقلبها كويس. واي بطرمان عندك غسلاه ومعقمه هتحطي فيه الماسك ده، وتستني بس يبرد وتدهني منه، تعملي ماسك لايدك ولبشرتك.
بصوا كده يا جماعه، معلش بس التليفون عمال يفصل، الجو حر جدا في المطبخ. انا جبت علبه عندي غسلاها ومعقماها، وهبدا انزل فيها الخليط، وهحفظه، هحط منه طبعا، وهحفظه في التلاجة. هطلعه كل يوم بعد يوم، وهعمل منه كل يوم. ده بيدي نضاره جامده للبشره. بصوا هي العلبه ما كفتش، هجيب علبه تاني. وما تنسوش تعملوا لايك للصفحة واشتراك للقناة، واشوفكم بألف خير في وصفة جديدة. بصوا ملمسها كريمي ازاي، بصوا على ايدي، شايفين؟ نحطها وبعد كده ايه نفركها. هندهنها عكس اتجاه الجاذبية، يعني من عند المناخير كده لفوق، عشان خاطر يشد البشرة. اشوفكم في وصفة جديدة.